أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة الدكتور عصام العروسي في سلسلة من اللقاءات التفاعلية حول العديد من القضايا والأحداث. في الآونة الأخيرة لا حديث يروج إلا على مشاركة المغرب في الشان الإفريقي بالمنعقد أو الذي سينعقد بالجزائر ما بين 13 من يناير والرابع من فبراير. ما هو هذا السجال وكيف يمكن أن نوضح هذا السجال من خلال توضيحات قانونية ومن خلال أيضا توضيحات على أساس ما يقول القانون الدولي في هذا المجال. أظن سننطلق من ما سجلته الساحة الرياضية مؤخرا من تصريح لاجتماع الجامعة الملكية لكرة القدم، والتي قررت بإجماع عدم المشاركة في الشان المنعقد أو الذي سينعقد بالجزائر في حال عدم توفير نقل مباشر أو طائرة مباشرة للجزائر أو مدينة قسنطينة بالتحديد، التي ستحتضن لقاءات المنتخب المغربي ضمن مجموعته. أظن أن توفير أقل شيء يمكن أن يكون ضمن هذا السياق هو المشاركة الفرق الرياضية، بغض النظر عن التوتر السياسي الحاصل ما بين البلدين. لكن الرياضة في اعتقادي كان يجب أن تكون بمنأى عن كل هذه الحسابات الضيقة. كانت رسالة واضحة من المغرب، خاصة بعد تلك الحمولة التاريخية وهذا الإجماع الدولي والعربي على نجاح المنتخب الوطني تسويقيا ورمزيا وأيضا رياضيا في تقديم صورة لامعة عن منتخب وطني ومنتخب عربي استطاع أن يتحدى وأن يكسر ذلك الحاجز النفسي الضخم الذي ما زالت العديد من الفرق الإفريقية تتخبط فيه، هو الوصول إلى مراتب عليا ضمن مسابقة عالمية، وهي مسابقة كأس العالم لكرة القدم، والتي احتل فيها المغرب المرتبة الرابعة، مرتبة جد مشرفة. ما يمكن أن نقوله أن ما تقوم به الجامعة الآن ليس مقايضة على هذا الزخم العالمي، لكن حقيقة هو حق من حقوق الفرق أن تصل بشكل مباشر إلى البلدان التي سوف تشارك فيها في الشان، وهذا بطبيعة الحال المسألة يجب أن تكون بمعزل عن الأزمات السياسية وعن التوتر السياسي القائم بين البلدين وعن حظر الجو الذي فرضته الجزائر في 21 من سبتمبر من 2021 بمنع أو حظر الطيران الجوي المدني والعسكري في الأجواء يعني الجزائرية. إذا كيف يمكن أن نقرأ هذا المنع، وكيف يمكن أن نقرأ أيضا الاستمرار في التعاطي مع هذه القضية؟ ربما هو من قبيل الإيغونية، يعني من قبيل السخرية، أن يكون جواب رئيس اللجنة المنظمة للشان الجزائري أوكال أنه قال لا يمكن أن ندخل في اختصاص توفير رحلة خاصة للمنتخبات، مع العلم أن المغرب لم يطلب رحلة خاصة. هو يعني ما يقول توفير خط مباشر، وهناك الشركة الناقلة الرسمية وهي الخطوط الملكية المغربية سوف تتكفل بالأمر. ماذا في حين كان الرد الجزائري من الغرائب، يعني الغرائب بمكانه غريب جدا، أنه يقول أن اللجنة المنظمة أو الجزائر سوف تتكفل بالرحلات الداخلية أو بالتحركات الداخلية للمنتخبات داخل التراب الجزائري، وكأننا نطلب من الإخوة في الجزائر أن يسمحوا لنا برحلات خاصة أو بتقديم امتياز خاص. قراءتي حقيقة، وهو شيء مؤسف، أن ظلت العلاقات المغربية الجزائرية فترة طويلة يعني تمر من أزمات يعني من مرحلية، لكن كانت الرياضة وكان الفن وكانت الموسيقى وكانت الثقافة تجمع كل الشعوب المغاربية، الشعب المغربي، الشعب الجزائري. كل هذه الأشياء، كل هذه المقومات والمكونات الثقافية تجمع الشعوب. لماذا الإصرار على تدمير هذا المجال؟ ولماذا هذا التراجع عن هذه المكتسبات بغض النظر عن وجود أزمة أو مشكل سياسي؟
ربما الإخوة في الجزائر يواصلون هذا الضغط ويواصلون هذا الاستفزاز، وخاصة العقيدة العدائية الموجودة لدى النظام الجزائري وليس الشعب الجزائري، وأقول دائما. فاستمرار في هذا ستيريوتايب، يعني في هذا الصور النمطية للعداء، هو لا يخدم مصلحة الشعبين ولا يخدم مصلحة الشعوب المغاربية والشعوب العربية. للأسف الشديد أن قراءتي الخاصة كان يجب أن تكون الرياضة بمنأى عن هذه العقيدة العدائية، وأن يسمح لشباب لا يتجاوز أعمارهم 23 سنة بالمشاركة في الشان، وهذه اللقاءات هي من تساهم في تقريب وجهات النظر وتقريب الشعوب من بعضها البعض، باعتبار مجموعة من العوامل والمقومات الثقافية والدينية والفكرية والحضارية والجغرافية التي تجمع بين البلدين. الرد الجزائري حسب طبعا مراسلة الكاف، التي طبعا احتراما لأعراف وقوانين الكاف يجب توفير يعني رحلة مباشرة، ولا يمكن أن نتصور أبدا أن ينتقل المنتخب الوطني أو منتخبات أخرى، بعدما هددت أيضا الكاميرون بعدم المشاركة لخوفها من عدم تأمين المجال أو تأمين أو يعني البعثة الكاميرونية من غضب الجماهير التي تعتقد حقيقة أنها تملك الحق في المشاركة في المونديال بعدما أقصتها الكاميرون من المشاركة. فأظن أن هذه الأزمات وهذه المشاكل يجب أن تعالج بنوع من العقلانية ومن الجرأة والابتعاد عن دس الرأس أو كالنعامة دس الرأس في الرمل، بدل الالتفاف على القرارات وبدل الالتفاف. وحتى لا يفهم أن الجامعة الملكية وأن المغرب تجدي الجزائر للسماح له باستخدام المجال الجوي. الأمر مختلف تماما. هناك تصور على أساس أن المنتخب الوطني فرض احترامه على الجميع، والمنتخبات الوطنية مشاركتها في أي محفل دولي يعطي قيمة أساسية لهذه المحافل الرياضية، وبالتالي فالمغرب متشبث بهذا التصور. وفي اعتقادي أن عدم مشاركة المغرب أو الكاميرون هو فشل لدورة الشان ولفشل أيضا للكفاءات المحلية، طالما أن هذه الدورات أو هذه يعني الكأس العالم للمحليين هي فرصة لإبراز المواهب المحلية وفرصة أيضا لها للتفوق وللبحث عن آفاق جديدة. وهو أيضا يعني أظن أن هذا مطمح حقيقي لكل الشباب في المنطقة العربية. أتمنى أن يسود صوت العقل، وأن يعني يتم التجاوز عن الأزمة الدبلوماسية، ويتم على الأقل الحفاظ على تخفيض مستوى التفاعل مع بعض القضايا التي لا أعتقد أنها سياسية، هي رياضية بامتياز. فللأسف أنها استمرار هذه العقيدة العدائية ضد المغرب في الجزائر يزيد من تدمير الشعور يعني والإحساس بالتضامن داخل الشعوب العربية. أتمنى أن يسود الوئام، وأن يعني تسود لغة العقل، وتتخذ القرارات بشكل جدي من الكاف بمشاركة المنتخبات يعني حقها بالتوجه مباشرة إلى الدولة، وعدم اختيار دولة أخرى يعني أو رحلة غير مباشرة للذهاب إلى الجزائر. نتمنى ذلك. ولمتابعة إضاءات عن الأحداث وتحليلات أخرى المرجو الضغط على الجرس والانضمام إلى القناة ليصلكم الجديد. شكرا على المتابعة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.